اسمع كده معايا. 90% من اللي حاصل لنا كجيل ان ملناش علاقات بتكمل الحقيقه. يعني حتى يعني انا جيت مره لقيت في صحابي 2 متجوزين بناء على لاف ستوري رهيبه جدا واتطلقوا، لقيت 2 تانيين متجوزين بالعقل وما كناش متوقعين انهم هيكملوا وكملوا، واعرف واحده تانية اتجوزت بالعقل وبرضه اتطلقوا. يعني ما بقيتيش عارفه هي السعاده فين، ما بقتش في حاجه تضمن. انا بقيت اقعد في قعدات الاقي بنات بتتكلم على انه ما هي كده كده مش مضمونه. وزي ما قلنا قبل كده، هي مش قصة جواز صالونات أو قصة جواز عن حب، القصة قصة إن مفيش أمان ولا ضمان في العلاقات. مش في العلاقات بس، ده في الدنيا كلها مفيش حاجة مضمونة. مفيش حاجة إن أنت تبقى داخل فيها وتقول الضمان هنا، الأمان هنا، الراحة هنا. لا لا خالص والله. العلاقات بالذات دايما الاطراف بيبقوا مختلفين، ممكن تلاقيهم بيحبوا بعض جدا 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 وتلاقي انفصال بعد 20 سنة او 30 سنة او 50 سنة كمان. كده كده الانفصال جاي ليه؟ لانك في الدنيا، حضرتك مش في الجنة، لا انت في الدنيا. كده كده هيحصل فراق. وربنا قال في القرآن لسيدنا محمد: انك ميت وانهم ميتون. ليه؟ عشان ما تتعلقوش ببعض، عشان ما في الدنيا ما تبقوش انتوا الاتنين متعلقين ببعض قوي 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 وتظنوا ان الحياة كلها تعلق، وان احنا هنفضل مع بعض العمر كله مش هنسيب بعض. كل ده من الافلام الهندي والمسلسلات التركي زرعت ده جوانا. والكلام ده ما يخلكش تخاف. الخوف فعلا انك ما تكونش تعلم الى الان الكلام ده اللي انت تخاف منه. تبقى كبرت وبقى عندك 20 و30 و40 سنة وما تعرفش الى الان انك ما تتعلقش بحد، حتى زوجتك ما تتعلقش بيها، اولادك كمان لا تتعلق بيهم. ليه؟ لان من تعلق قلبه بحب احد سوى الله عذب به. هتلاقي ابنك ده سبب عذابك، هتلاقي مراتك سبب عذابك، هتلاقي زوجك سبب عذابك. مش عارف تعيش حياتك، مش عارف تعيشي حياتك. هي دي الحياة، وده اللي احنا للأسف مش فاهمينه، ودي سنة الحياة اللي احنا عايشينها بشكل يومي. طلاق كل يوم، جواز كل يوم، موت كل يوم. قلت لك الخوف انك ما تبقاش فاهم الطبيعة دي بقى، الخوف انك تبقى عايش هو ده البني ادم اللي هكمل معاه حياتي كلها. بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك. هيحصل فراق كده كده، فتتعود بقى ان ضمانك الوحيد هو ربنا ثم نفسك. دول الحاجتين اللي مضمونين. ليه؟ ربنا مش هيسيبك، وربنا مش بيموت، ونفسك كمان مش هتسيبك. هتفضل كانت معاك في الدنيا، وهتبقى معاك في الآخرة، وهتبقى معاك في الجنة. لكن قول لي كده، ولادك ومراتك وجوزك وزوجك وعيالك هيروحوا فين؟ كل واحد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. دي الحقيقة ودي الحياة. فعيش، عيش واختار وتجوز، وممكن تفشل وتنجح في الزواج اللي بعده. دي سنة الحياة. فما تقولش انا مش هتجوز، اصلا انا هتجوز صالونات او عن حب. الله اعلم، ممكن اللي تلاقي الاتنين فشلوا او ممكن تلاقي الاتنين ناجحين، عادي جدا. دي سنة الحياة. فعيش.